السلام عليكم. وانا كان مالي ومال التركي؟ انا شفت على قناة تركية طريقة عمل الفطير المشلتت التركي، وبعد منها بفترة لقيت قناة مصرية بتعمل نفس الطريقة، فقلت ايه اجربها واشوف اذا كانت فعلا الطريقة دي تستحق ان الواحد يعملها ولا لا، وايه الفرق ما بينها وما بين الفطير المشلتت المصري. لو عايزة تعرفي اذا كان فعلا هيبقى ادمان ان احنا نعمل الفطير المشلتت التركي ولا لا، تعالي تابعيني وهقولك في الفيديو بتاعنا. تعالي نسمي الله ونقول المقادير ومعنى الطريقة كمان. عندي كوباية لبن ونص كوباية مية ومعلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة خميرة. ايوه، هم عندهم بيحطوا في الفطير المشلتت التركي خميرة. دوبتهم مع بعض وبعد كده ركنتهم شوية علشان خاطر اختبر الخميرة بتاعتي واشوف اذا كانت ناجحة معايا ولا لا. قطعت البطاطس بتاعتي مكعبات، حطيت عليها شوية مية وشوية ملح، حطيتها على النار عشان خاطر تتسلق. الطريقة دي بتسهل عملية السلق وبتخلي البطاطس معاكي حلوة وجميلة. خلاص اختبرت الخميرة بتاعتي ولقيتها الحمد لله شغالة معايا. نزلت عليها بالدقيق بتاعي، حوالي نص كيلو دقيق. يعني بمعادل حوالي 4 كوبايات دقيق. نزلت ب3 كوبايات الاول وبعد كده نزلت بالكوباية الاخيرة شوية بشوية. فضلت اعجن في العجينة بتاعتي لحد ما وصلت للقوام المطلوب. القوام بتاعها بيكون لا هو الطري قوي ولا هو الناشف قوي، بتكون حلوة كده معاكي في ايديكي. تعرفي ازاي ان انتي خلاص العجينة خلاص استكفت من العجن بتاعها؟ بان انتي لما تشدي العجينة كده اهو بتمط معاكي ما بتتقطعش. سبت العجينة بتاعتي شوية لحد لما خمرت معايا، بعد كده قطعتها. انتي قطعيها على حسب ما انتي عايزة. قطعتها على 6 كور، دهنتها شوية زيت من فوق وسبتها اريحها شوية. البطاطس بتاعتي خلاص استوت، حطيت عليها معلقة سمن وشوية ملح كمان، واحط معاها شوية كمون. البطاطس طبعا كلنا عارفين ان البطاطس بتحب الكمون، بس لو في بنوتة حلوة كده من البنوات الحلوين تتفرج علينا تبقى عارفة ان البطاطس بتحب الكمون وتحط معاها الكمون احسن من ان انت تحطي معاها الفلفل الاسمر. خلاص الخلطة دي هي اللي هنستعملها في الحشوة بتاعت ايه الفطاير. هي طبعا حشوة اقتصادية، لا فيها لحمة بقى ولا حاجات هتكلفنا. اخدت معايا بقى اول كرة عشان افردها، هفردها بنفس الطريقة بتاعت الفيديو الاساسي اللي موجود. حطيت شوية دقيق وبدأت افرد بالنشاب، بس هي الصراحة ما نفعتش معايا، ما قدرتش افردها بالنشاب وما حبيتش الطريقة دي. خلاص جربت معاها بكل الطرق عشان احاول ان انا افردها، ما عرفتش، وقلت خلاص افردها بقى زي الفطير المصري، بس ما فردتهاش للاخر. حطيت عليها شويه سمن من فوق، بعد كده هبدا اطبقها زي الفطير المشلتت بس مش هكمل التطبيق بتاعها لحد الاخر. هجيب بقى الكوبايه بتاعتي وابدا الف العجينه حوالين الكوبايه زي ما انت شايف كده. طبعا الصوره موضحه اكتر من ان انا اشرحها. خلاص عملت معايا كده فتحة في النص، هحط فيها البطاطس بتاعتي اللي احنا لسه هرسينها مع بعض، ومعايا شوية جبنة موتزاريلا. وبعد كده ابدأ اقفل بقى العجينة بتاعتي كويس، اركنها بقى على جنب شوية، وابدأ اخد الكرة التانية وهبدأ افردها. المرة دي حطيت شوية سمن، قلت افردها زي الفطير المشلتت، وحطيت شوية سمن من تحت. وبدأت افرد العجينة بتاعتي، اتفردت معايا كويس. طبقتها بس برضو ما فردتهاش لحد الاخر، طبقتها زي ما انت شايفه كده. وهبدا الفها على الكوبايه. هي الكوبايه دي الصراحه كانت مغلباني الصراحه في ان انا الفها، كانت بترجع تخلي العجينه ترد معايا زي ما انت شايفه كده. حطيت شويه بطاطس والجبنه الموتزاريلا وقفلتها. المره التالتة بقى كنت خلاص زهقت وتعبت، فقلت والله لما مغيره العبايه وهغير الكوبايه، يمكن السر يكون في العبايه وفي الكوبايه وتفلح معايا شويه. آه جبت الكوره بقى فردتها، بس المره دي فردتها على اقصى حاجه على قد ما قدرت. ف... فده اللي خلاني اخدت بالي في المرة التانية لما جربتها المرة التانية، لان انا حسيت ان المرة دي فشل معايا الطريقة دي فشل ذريع. فانا اسكت؟ لا طبعا ما اسكتش، ما بحبش حاجة تفشل معايا، لازم افضل وراها لحد لما اشوف السبب في الفشل بتاعها ده ايه واتعلمها. بس المرة التانية ما صورتش الصراحة وطلعت معايا تحفة. ما هو المنحوس منحوس. المرة اللي طلع معايا الحاجة حلوة فيها ما صورتهاش. خلاص الكوباية فعلا كانت ظبطت معايا المرة دي. حطيت البطاطس وحطيت الجبنة الموتزاريلا وقفلتها حطيتها في الصاج بتاعي. هقولك بقى على الغلطات اللي هي حصلت معايا بس شوية كده.
بططت الفطاير بتاعتي وهسيبها لحد لما تخمر. الغلطات اللي انا حصلت معايا في الفيديو ان انا سبت العجينه لحد لما خمرت، وفي الفيديو المصري هو اللي سابت فيه العجينه بتخمر، لكن الصراحه اللي هي الفيديو التركي انا الصراحه مش فاكراه. بس المره التانية سبتها، ما سبتش العجينه لحد لما خمرت. وكمان فردتها زي نفس طريقة الفطير المشلتت، فطلع معايا الفطاير من فوق مقرمشة ومن جوه طرية. حطيت الفطاير بتاعتي بعد ما دهنت الوش بتاعها بشوية صفار بيض مع فانيليا، حطيتها في فرن سخن من بدري، ولحد لما اخدت لون ذهبي كده من تحت حطيتها تحت الشواية لحد ما اخدت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه. طلعتها وبصوا بقى الجمال، هي طعمها حلو بس فطاير مش فطير مشلتت المصري. طبعا الفطير المشلتت لا يعلى عليه. ممكن تستعملي الحشوة دي في الفطير المشلتت بتطلع برضو حلوة. لو عجبتك الفكرة في ان احنا نعمل سلسلة نسميها وصفة وجبتها وعشان جربتها، هنشوف وصفات من قنوات كبيرة ونجربها من بعض ونشوف اذا كانت الوصفة حلوة وتستاهل التجربة ولا لا. لو عجبك اكتبيلي في التعليقات من تحت. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب.